أزمة في بيت الأبيض. عبد الجليل يفتح النار على قطاع ناشئي الزمالك ويكشف عمق الجرح. أطلق محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق تصريحات نارية حول الوضع داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مؤكدا أن القطاع يمر بحالة تدهور واضحة منذ سنوات طويلة في ظل ضعف الإمكانيات وقلة الدعم، رغم امتلاكه خامات كروية موهوبة قادرة على التطور وصناعة الفارق. وفي تصريحات عبر برنامج نمبر 1 الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، أوضح عبد الجليل أن قطاع الناشئين في الزمالك يفتقر إلى أبسط متطلبات العمل الاحترافي، حيث تعاني الفرق من نقص الملاعب المخصصة للتدريب إلى جانب غياب الرعاية الأساسية للاعبين المغتربين، وعلى رأسها توفير الوجبات، فضلا عن تأخر أو غياب مستحقات المدربين. وأكد عبد الجليل أن نتائج فرق الناشئين بالزمالك خلال السنوات الأخيرة لم تكن على مستوى اسم النادي وتاريخه، مشيرا إلى أن ترتيب الفرق في مختلف المراحل السنية متأخر للغاية، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإدارية والفنية التي يعيشها القطاع. وأشار نجم الكرة المصرية السابق إلى أن النادي الأهلي يمر هو الآخر بفترة تراجع نسبي في نتائج دوريات الجمهورية، إلا أن الفريق الجوهري يكمن في نجاحه المستمر في تصعيد عدد من اللاعبين إلى الفريق الأول، وهو ما يمنح قطاع الناشئين قيمة حقيقية تتجاوز مجرد النتائج. واختتم عبد الجليل تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة قطاعات الناشئين في الكرة المصرية عامة ليست وليدة اليوم، بل تمتد لأكثر من 30 عاما، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة شاملة لأسلوب إدارتها وتوفير الدعم الفني والمادي اللازم لبناء قاعدة كروية قوية تخدم مستقبل الكرة المصرية. المواهب تولد، لكن من يرعاها؟ في أروقة الزمالك ولدت أسماء صنعت المجد يوما ما، لكن خلف الأبواب المغلقة تقف مواهب صغيرة تنتظر فرصة الحياة. موهبة بلا ملعب، لاعب بلا وجبة، ومدرب بلا راتب، معادلة قاسية تهدد أحلاما لم تبدأ بعد. حديث عبد الجليل لم يكن هجوما بقدر ما كان صرخة إنقاذ، فالتاريخ لا يصنع فقط بالبطولات بل بمن يحرس البدايات، والزمالك إن أراد مستقبلا يليق بماضيه فعليه أن يبدأ من الجذور.